ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بصوا، بمكون واحد هتجيبيه من عند بتاع المنظفات، حاجة واحدة بس هتعملي بيه منظف تاتش وسيترس وباور. حاجة واحدة بس هتعملي بيها كل المنظفات دي، يعني منظف واحد هيشمل كل المنظفات دي، تقدري تعملي بيه كل حاجة. بصوا، الصواني دي انا بعمل فيها دايما الفينو في المدارس. فبعمل فيها على طول الفينو والعيش الكايزر والتوست والكلام ده. بصوا، دايما بتبقى طبعا بدهن الصواني، طبعا باجي اغسلها علشان بعمل فيها يوميا. بصوا بتنضف كل حاجة، بس بصوا بيبقى في الاركان كده الحتت اللي ما بتتغسلش كده كويس جدا. كمان لو ما بتغسليش بسلكة ولا حاجة او سلكة ناعمة ما تلمعيش الحاجة، فهتتكون عندك ترسبات زي كده. بصوا الدهون دي كانت ملبكة. بصوا جبت المنظف بتاعي اللي انا عملته، انا هقول لكم في الاخر هو ايه المكون ده، بس الاول حابه ان انتوا تشوفوا بعينيكم الاول آه هو عامل ازاي وازاي بينظف وبطريقه كمان استخدامه. بصوا، انا هنا رشيت على الصواني بتاعتي بس ما خليتهاش كتير، يعني يا دوب رشيت كده عليهم كلهم، وبعد كده بعد ما رشيت عليهم كلهم مره واحده، بعد كده جبت بقى اول واحده انا رشيت عليها، وبصوا جبت بقى شويه بريل كده وسلكه ناعمه، وتبداي بصوا بلمع يا دوب كده تلميع علشان الصينيه كلها يبقى لونها واحد، تلميع بس كده مش اكتر، كل الدهون بتسيح. شفتوا انتوا انا لما رشيت اللي عمل زي رغوه كده، و زي فوران بيخلي الدهون كده تسيح، ويبقى بتحسوا كده الميه بقى لونها اصفر. تمام. بصوا الصينيه هتشوفوها دلوقتي، تقدري بقى تعملي بيه كل حاجه. بصوا بس انا عملته، بصي هو الطريقه بتاعته تقدري تستخدميه كمان في الالمونيا. بصوا شايفين صباعي؟ بصوا انا يا دوب رشيت عليها، سبتها يا دوب بقول لكم من ما رشيت الباقي. شايفين؟ يعني انا بوريكم بس الصينيه عملت ايه اللي انا سبتها، واديني اهو من ما بغسل في اول واحده. بصوا شطفت بقى المكون اللي انا رشيته ده، المنظف اللي انا رشيته شطفته كده بالميه، وهبتدي يا دوب المح كده. بصوا شايفين؟ من غير اي حاجه. بصوا التانية دي هشطفها كده الاول بالميه. بصوا بالميه بيطلع ولا سحر ولا شعوذ علشان بس في طريقه بقى لاستخدامه، عشان محدش بس يقول عشان ما تستخدموش غلط وحد يقول عملنا وبوظ وما بوظش والحاجات دي. بص هو على الالومنيوم ما يقعدش فتره، يعني ما ترشيش وتسيبيه بقى وتروحي تعملي غدا وتسيبيه بقى على الحاجه اللي انت رشيتي عليها، لا، رشيتي يبقى دقيقة واحدة دقيقتين على حسب طبعا كمية الدهون اللي في الحاجة وتغسليها. ولو في جزء ما فيهوش دهون ما ترشيش عليه، يعني ملوش اي لازمة. تمام. يعني هياكل الالمونيا كده وخلاص. بصوا، ويفضل شايفين بقى اسطواني، عايزه اقول لكم يعني بصراحه حاجه جميله جدا جدا جدا. المكون ده اللي انا هقول لكم عليه هو المكون الاساسي في باور وفي سيترس وفي تاتش وفي اي حاجه منظف للدهون، المكون ده مكون اساسي فيها. اظن مفيش لمعان بعد كده. بصوا بقى، عايزه اقول لكم الفيديو ده مش فيديو ما عملتوش في يوم واحد، لا انا جمعته لكم. حاولت ان انا اجمع لكم يعني ايه يوم لما بعد ما عملت مثلا الفينو كده في كذا مره، سبت الصواني زي ما هي. انا بلمعها دايما بعد كل مره لاني بعمل فيها برضو بشاميل وكيكات وحاجات زي كده، فبعد كل استخدام بضطر ان انا اقعد المعها. المره دي سبتها كده كام مره كده 3 4 مرات علشان يكون معايا دهون، عشان لما اعمل لكم المنظف ده تعرفوا هو قد ايه كويس جدا، عشان تعرفوا الفوائد بتاعته والطريقه بتاعته ونستخدمه في ايه بالظبط. يعني لو عندك صواني ألمونيا هتستخدمي زي ما قلت لك بالطريقه دي، ان انت هترشي على كل الحاجات اللي انت عايزه تنضفيها. وفي الألمونيا يا جماعه هو بينضف سريع جدا، ما تستنوش عليه، ما بيستحملش. بصوا بقى الطاسه دي استانلس، دي برضو بتاعت قلي. انا فرست شويه كده كميه حلوه من البطاطس فقليت فيها كذا مره، زائد ان هي دي اساسا بتاعت القلي فبيبقى فيها ترسبات كده في الاركان بتاعت حروق. دي بقى انا بصراحه سبتها 10 دقايق. وعايزه اقول لكم برضو على حاجه مهمه جدا، ما تخلوهوش على ايديكم. يفضل ان انتوا تلبسوا جوانتي لو انتوا عاملينه مركز. هقول لكم برضو تعملوه مركز ازاي، وازاي تعملوه بطريقه عاديه ان هو ممكن تستخدموه في الاستخدام اليومي ما يأذكوش ولا اي حاجه. بصوا عايزه اقول لكم انا جبت السلكه اللي هي ستانلس دي، ويا دوب يعني بدعك بيها كده دعك خفيف بس عشان تقشر الدهون، لان هي خلاص الدهون طريت معايا خالص ودابت وبدات تتفتت وخلاص ما بقتش بقى ماسكه في الستانلس. طبعا كل حاجه على حسب الاستخدام. بصوا انا ظهرها رشيت عليه تاني، طبعا شفتوا انتوا الرخامه كان شكلها ايه.
الدهون كلها نزلت وساحت كده مع مع الميه، وساحت ونزلت على الرخام. عايزه اقول لكم بعد كل استخدام تغسلوا الحاجه كويس جدا ببريل او صابون علشان ما يبقاش فيه اي بقايا، ويفضل ان هي بتبقى ميه دافيه كده او حاجه، او لو ما مش مشكله خالص ادعكي الحاجه كويس جدا بالسلكه او الليفه. بصوا شفتوا شكلها. دي كمان في يوم تاني كان عندي مولعه البوتاجاز وفي حد راح سند الغطايه، وكانت العين شغالة وسند الغطاية جنب الحلة اللي كانت شغالة وجنب العين يعني، والجزء بتاع الحلة ده اتحرق. بصوا برضو هيعمل ايه معايا. دي برضو انا سبتها شوية بصراحة، دي تقريبا انا سبتها نص ساعة. بصوا بقى في الألمونيا ما يتسابش كتير، في الاستانلس تسيبيه بس برضو مش كتير، يعني نص ساعة، ربع ساعة على حسب برضو الدهون. لقيتي لسه ما طلعش الحاجه، خلاص اغسلي الحاجه واشطفي فيها، وبعد كده ابدأي رشي على مكان اللي فيه الحرق تاني. انما ما ترشيش على الحاجه كلها وتسيبيها بقى تاني يوم ولا حاجه، لا، عشان اللون ما يغيرش ولا اي حاجه من الحاجات دي. ويفضل بقول تاني، يفضل ان انتوا لو هتعملوا مركز تلبسوا جوانتي. انا هنا مش عاملاه مركز قوي، بس في نفس الوقت تركيزه حلو جدا، بينظف حلو جدا. هقول لكم على كذا استخدام زي ما قلنا اهو، استخدام الالومنيا واستخدامه في الطاسات الاستانلس والحلل الاستانلس والحاجات زي كده اهو. بصوا شايفين الفرق، شايفين الحل الغطا اللي كان محروق شايفين بقى شكله ايه، بيلمع زي الفل ونضف وتمام التمام. يعني هي دي بصراحة خدت مني ضحك شوية لان هي محروقة خالص يعني. بصوا حتى الحلة تلاحظوا ان هي العلامة بتاعتها اللون نفسه اتغير. بصوا بقى شفاط بتاع المطبخ اللي بيبقى بيتعبنا كلنا وبنبقى شايلين الهم. بصوا عايزه اقول لكم ان انا هعمله بفوطه. بصوا ممكن تحطيه تحت الحنفيه، يعني بص ممكن ترشي عليه وبعد كده تنزليه في الحوض كده، تحطي تحت الحنفيه يتغسل لوحده خالص من غير ولا مناديل ولا فوط ولا سلك ولا ليفه ولا اي حاجه خالص. بس زي ما بقول ليه طريقة استخدام معينة عشان محدش يعمل حاجة وبعد كده يقول انتي قلتي وانتي عملتي. تنفذوا الحاجة بتعليماتها كويس جدا علشان تستفادوا منها قدر الامكان. بص ولما ترشوا على حاجة لازم تبقى، يعني ما ترشوش على حاجة ممكن اللون بتاعها يغير. يعني ما تكونوش حاطين مثلا، انا ما جربتش بصراحة الستيكر بتاع الرخامة لو رشيته عليه اللون بتاعه يغير ولا لا. يعني ما تكونيش حاطة الستيكر ولو هو لونه بيغير مثلا تروحي ترشي عليه كده اهو وتحطي الحاجة وترشي عليه وبعد كده الستيكر معاكي يبوظ. انا بصراحة ما جربتش. فبرش على الرخامة، بفضي الرخامة خالص وبخلي جزء كده صغير خالص جنب الحوض. طبعا المنظف اللي انا عملته ده مع الحوض مش هيأثر خالص، يعني مش هيغير لون الحوض ولا حاجة لو شوية جم على الحوض، بالعكس ده هيخليه بيلمع، لان هو زي ما انتوا شفتوا بيلمع الستانلس كويس جدا. بصوا بقى زي ما انتوا شفتوا انا عملت بالفوطه نطفت خالص، بس هجيب السلكه علشان انجز بس في الوقت. بصوا اهي شايفين الفوطه، يعني عايزه اقول لكم ان هو ممكن بالفوطه، بس ده انا رشيت شوية وبصراحة رشيت كمية كبيرة فبدأت ايدي تحرقني. فلو هتعملي الموضوع ده وهتاخدي فترة في ان انتي تدعكي الحاجة او تغسليها يبقى تلبسي جوانتي. بصوا كمان في البوتاجازات هيخليلك البوتاجاز قشطة يرجع جديد وبيلمع وكل حاجة، لا بيغير لون البوتاجاز ولا اي حاجة. بالعكس ده لو في الوان متغيرة اللي هو الفلاش او اي حاجه نزلت على البوتاجاز وغيرت لونه، ده ممكن يعني مع الاستعمال ومع التكرار كذا مره ممكن يرجع لك لون الاستانلس جديد وحلو وبيلمع زي الفل. بصوا انا هنا كنت بقول لكم كمان حاجه، ان ممكن لو انت عندك جنب البوتاجاز، بس انا كنت غسلاه يعني لسه غسلاه، فلو شلت البوتاجاز هلاقيه نضيف يعني مش هتستفادوا بيه قوي. فانا حابه اقول لكم ان هو جنب البوتاجاز الجزء السيراميك والكلام ده ممكن برضو تنضفوا بيه، يعني ده برضو استخدام تاني، بس انا كنت عاملاه بصراحة قبل ما انزل الفيديو فمش هتستفادوا بيه لان انا لسه عاملاه من قريب. تمام. بصوا بقى لسه البوتاجاز رجع جديد ازاي. طبعا انا بنضف وعلى طول بقلي، مفيش وقت. القلية دي عندنا كل يوم لازم نقلي وبيبقى فيه طرطشة وصلصة وحاجات زي كده اهو. طبعا كل بيوت بيبقى فيها كده اهو، علشان كده بعمل المنظف ده بينجز بصراحه معايا. بصوا بقى هنا جايبه لكم شويه صور لان بصراحه ما صورتش الحاجه دي فيديو. بصوا هنا الشلت بتاعه الانتريه، كان في شلت عندي كده قديمه شويه، شايفين شكلها، شايفين الفرق. ده بعد ما اتغسلت برضو برش عليها، بصوا بقى ولا بدعك ولا اي حاجه، برش عليها كده شويه. برضو الحيطه، بصوا الحيطه شايفين المنظر، الحيطه طبعا انا شلت المرتبه كنت بغسل الحيطه هنا، شايفين الفرق.
اظن الفرق واضح جدا. دي برضو مجموعة صور برضو، يعني تقدري تعملي بيها بقى اي حاجة عندك. لو في عندك ضرفة مطبخ مليانة دهون مثلا قديمة او حاجة زي كده اهو، مليانة دهون، تقدري، بس ده هيطلع اللون، يعني هيطلع اللون بتاع المطبخ. فلو انت هتدهني المطبخ وعايزة تجدديه وفي دهون مش محتارة مش عارفة تطلعيها ازاي، المنظف اللي هعملهولك النهاردة ده هيطلع معاكي كل الدهون دي، يعني اي دهون عايزة تطلعيها. بس خلي بالك لو حاجة فيها بوهية بيطلع، لو ألمونيا طول فيها هتتاكل الألمونيا. يعني تاخدي بالك كويس جدا من طريقة الاستخدام. اديني بنبه تاني، تاخدي بالك من طريقة الاستخدام. تعالوا بقى نعمل مع بعض المنظف الخطير ده اللي هيغنينا عن تاتش وعن سيترس وعن حاجات دي. بصوا، كل اللي هنحتاجه حاجة كده تكون ستانلس، ما تعمليش في حاجة بلاستيك لأنها هتسيح معاكي، لأن هو بيسخن، وبخاخة طبعا بس هنحطه فيها بعد ما يبرد. ايه المكون ده هو البوتاص بيجي على شكل كده قشور، بتجيبيه من عند بتاع المنظفات او انا بصراحة هنا عندنا واحد بيبيع بويات وحاجات بتاعه الشغل يعني، والاسلاك والحاجات دي، وبيبيع معاه البوتاص، فهو ده بجيبه منه. بصوا انا حطيت معلقتين اتنين، الكوباية دي نص لتر. آه، ده كده يعتبر مركز. انت تقدري تعمليه لو عايزه تحطيه مثلا وما تقلقيش منه، واول مره تستخدميه تقدري تحطي معلقه واحده بس. هيبقى حلو معاكي، هينضف برضو وهيبقى حلو زي الفل، وفي نفس الوقت مش هيبوظ لك الحاجه. يعني لو انت بقى عندك دهون مركزه، بصوا لو حطيت صباعك فيه هتلاقيه سخن وهتلاقيه مزحلق جدا. تغسلي ايدك بقى كويس جدا لحد ما الزحلقه دي تروح. آه طبعا هو لسه عشان لسه يدوب معمول فمركز جدا. هسيبه بقى لحد ما يبرد خالص، وبعد كده هنزل بيه في البخاخه. بصوا هو اول لما اتعمل، بصوا زي عمل ريمه من فوق كده، طبعا هو مش بيفور ولا حاجه، لا هو عمل بس ريمه شويه، وعمل يعني ريمه كده بسيطه. ولما بيبرد خالص الريمه دي بتختفي خالص، وبيبقى عادي جدا زي الميه كده شفاف، وبيبقى سائل زي الميه كده عادي، ما بيبقاش تخين ولا اي حاجه. كده المنظف بتاعنا جاهز. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه، طريقه الاستخدام بتاعه. بصوا انا استخدمته في الشلت اللي انتوا شفتوا الصور بتاعتها. رشيت كده عليها من بره وسبتها 10 دقايق، بعد كده بقى حطيتها في البانيو من تحت. بصوا اهي الشلت دي، شايفين الفرق؟ شايفين ده شكل الشلته في الاول. دي بقى لها فتره كبيره كده جدا كانت مركونه، وكانت يعني مدعوكه بصراحه. فرشت عليها وسبتها شويه، بعد كده حطيتها تحت البانيو، ولازم تتصفى كويس جدا جدا جدا. ودي انا رشيت عليها علشان خاطر اللي هي الشلته دي، عشان خاطر هي ما بتتفكش، يعني هي سليمه زي ما هي، فما فيش اي حل ليها غير انها تتغسل كلها على بعض. والسفنج بتاعها بصراحه كان كويس، فعشان كده غسلتها بالطريقه دي. لازم تتغسل كويس جدا جدا جدا. بس زي ما قلت لكم ان احنا كل اللي بنحتاجه عشان نعمل المنظف ده مكون واحد، اللي هو البوتاص. عباره عن بيبقى قشور، ما تجيبهوش سائل، تجيبيه قشور كده اهو، وتحطي معلقتين اتنين بس، ولازم تكون حاجه ستانلس علشان ما ياكلهاش وتسيح معاكي، لانه حطيتيه في حاجه بلاستيك مع درجه السخونه الحاجه البلاستيك دي هتسيح. وتحطيه في البخاخه لما يبرد خالص. وزي ما قلت لكم طريقه الاستخدام مع كل حاجه، الالمونيوم ما بيقعدش فيها كتير. الاستانلس ممكن تسيبيه معاكي لحد نص ساعه مثلا، ربع ساعه، على حسب طبعا الاستخدام. ولو لقيتي انت تتابعي بقى الحاجه، لو لقيتي لونها بيتغير ولا حاجه تغسليها على طول وتبداي ان انت تلمعيها. طبعا انا ما بفضلش ان انا اسيبه كتير، يعني فتره اطول من كده مهما كانت الدهون، بغسلها وبعد كده ارجع رش تاني. تقدري تستخدمي على السيراميك، في الحيطان، في الارضيات، لو في اي مكان فيه دهون تسيبيه كده شويه، وبعد كده تشطفيه من غير ولا دعك ولا اي حاجه. هتلاقيه، خلي بالنا برضو لو حطيناه في الميه ان هو بيزحلق. تمام. اي حاجه بقى تستخدميه فيها تغسليها وتشطفيها كويس جدا جدا جدا. زي ما انتوا شفتوا انا الشلته بتاعه الانتريه حطيتها تحت البانيو، وغسلتها لحد ما نزلت ميه نظيفه جدا، ميه مش مزحلقه خالص ولا اي حاجه. وبعد كده سبتها تتصفى، وبعد كده سبتها تنشف. برضو بيبقى حلو جدا مع السجاد لو في بقع ولا اي حاجه. كل دي استخدامات. تستخدميه في الالومنيا، تستخدميه في الستانلس، في الحوائط، في السيراميك، في الشفاط بتاع مطبخ، في كل الحاجات دي زي ما قلت لك. بس خلي بالك لو انت هتعمليه مركز تلبسي جوانتي، لو انت هتستخدميه فتره طويله تلبسي جوانتي. لو عايزاه خفيف كده للاستخدام العادي، يعني مثلا حيطه عليها دهون ارش كده ولا حاجه، بوتاجاز مثلا حاجه اتكبت عليها عايزه ترشي، ممكن تحطي معلقه واحده بس في نص لتر اللي هو مالي البخاخه، او 400 جرام تقريبا، 400 مللي تقريبا، او على حسب البخاخه اللي عندك. المهم ما تزوديش عن معلقه لو انت عايزاه خفيف وما يبوظش ايديكي ولا
اي حاجه. لو هتعمليه مركز يفضل ان انت طبعا، هو ده ممكن تزودي كمان على المعلقتين، بس ده هيبقى زي ميه النار يعني يعتبر. فانا ما انصحش ان احنا نزود عن معلقتين، معلقتين كويس جدا. وبرده انت بتستخدميه لو هتستخدميه في حاجه محتاجه دعك ولا اي حاجه وعايزه تعملي فيه كتير، يبقى هت تلبسي جوانتي وتخلي بالك بقى من ايديك. عايزه اقول لكم بعد اي استخدام من الحاجات دي يا ريت نغسل ايدينا كويس جدا. وطبعا دايما بنصح ان احنا بعد ما نغسل المواعين او اي حاجه ندهن ايدينا كريم، خصوصا لو احنا بنستخدم كلور او المساحيق اللي زي كده وبنستخدم فيها ايدينا. استخدمي كريم كده مرطب بعد ما تغسلي الحاجه، و تبقى الدنيا تمام معاكي، ما تقلقيش من اي حاجة. ده مكون موجود في كل المنظفات، هتلاقيه في سيترس، هتلاقيه في تاتش، هتلاقيه في باور، هتلاقيه في البريل نفسه لما بنيجي نعمله بنحط فيه برضو كمية بوتاس. فده مكون اساسي. طبعا هو الباور لما بيجي تعمل بيتحط معاه تقريبا مادة تاني علشان تمنع اللي هي السخونة بتاعته دي الجامدة، بتقللها شوية. تمام. بس انا حبيت ان انا اوفر عليكم واسهل، وحاجه متوفره ومش حاجه يعني كيميائيه جامد جدا تبقى معضله ان احنا نلاقيها، لان في حاجات كتير ما بنعرفش نجيبها بصراحه. انما ده بيبقى متوفر عند اي حد بتاع منظفات، تقدروا تجيبوه وتقدروا تستخدموه. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم و تعرفوا التعليمات كويس بتاعه الحاجه واستخدامها علشان تستخدموها صح وما تقلقوش منها خالص. اتمنى الفيديو يعجبكم، استنوني في فيديو جديد. مع السلامه.